نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس، والحديث هنا يتواصل مع البطل، مع صاحب لقب الشامبيونز ليج للموسم الماضي في مواجهة نادي لايبزيغ، الفريق الألماني الذي ضمن هو الآخر تواجده في دوري الثمن النهائي. تتجدد مرة أخرى بين الفريق الألماني لايبزيغ ومانشستر سيتي بعد ما تابعنا لقاء الذهاب. السيتي يبحث عن تجديد الانتصار تحت الضغط. الخروج الرائع هنا بلمسة من طرف اللاعب روبن في عرضية، وفي برناردو على الطاير، برناردو على الطاير في كرة والثانية، لكنها تحت ضغط كبير باللمسة الوحدة والتقارب الكبير والإبداع في منظومة جماعية رائعة، والتسديد جول فيها خطورة. الكرة الماضية مشاهدينا الكرام التي تجمع بين الطرفين أوروبيا في 3 انتصارات للسيتي مقابل فوز. بكل تأكيد السيتي من الفرق التي تجبرك انطلاقا من الطرف الأيسر، هذه خطيرة ولكن فيها الدفاع يجيب بسرعة، والمتابعة من الحارس أورتيغا. الفرق الألمانية 36 ماتش، لديه 22 انتصار مقابل 9 هزائم و5 من اوبندا والجول، اوبندا والجول، اوبندا ينسل، اوبندا بلمسة، اوبندا في الزاوية البعيدة. 1-0 للزوار، 1-0 للألمان بلمسة بلجيكية من اوبندا في خطأ دفاعي. هذه الإعادة مرة أخرى. هنا الضغط الفعل السريعة يا جاك يا جريليش، والصافرة السويدية تمنح الامتياز لجاك. الصافرة تمنع عملية تفتيكاك الكرة في مناطق لايبزيغ. محاولة المرور، تلعب هذه الضربة الحرة، مرفوعة الكرة بالراس، مرت عالية روبن. إذا هنا مرفوعة الكرة بالراس ولكن أقرب، وممكن يخلق مشاكل بينما انطلاقا لهالاند، هالاند والركنية. أول عملية استلام ثقيل هالاند، ترجع الكرة لأكانجي، أورتيغا نحس، وأخيرا يفك عقدة دوري أبطال أوروبا. انطلاقا من هالاند، يمشي هالاند يسدد، وبلازفيتش بعد ذلك لعب اوبندا. إذا اللقاء لا زال أخرى ويصل إلى الرقم المميز في الموسم الماضي، الموسم الأفضل على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتع. جاك جريليش لا زال يحافظ عليها، محاولة المرور ضاعت من جاك جريليش على التحضير، وانتو الدفاع سيبرات في دوري الأبطال، كاد ياتي هدف التعادل. ضيق المجال على لايبزيغ، هذه فرصة جول، ريكو لويس. لا زالت هذه صعبة. متابعة فريق لايبزيغ يلعب 4-5-1، انطلاقة في وضعية التسلل. اوبندا كان في التسلل، وكل الجول يا اوبندا، جول. اوبندا عاد من جديد، هذا الخطير الماكر الغدار البلجيكي فعل مرة أخرى مسجلا ثاني الأهداف. البلجيكي يظهر من جديد، اوبندا يتحدى الدفاعات، جاك جريليش يدخل، جاك يسدد له، توصل للويس. هنا المتابعة من طرف أكانجي في خطأ. نعم، المخالفة تأتي في هذه اللحظة. السيتي لم يحقق الفوز بينما الكرة ترفع والرأسية بعد ذلك، والتمرير انطلاقا من هالاند في الكنترول. كلوسترمان برافو، كلوسترمان يحفظ بشكل كبير، ولو انه دفاعيا اليوم يعني متابعة من شلاغر، دور دفاعي لشلاغر، انطلاقة في هذه الهجمة في خطأ، في ركنية في القائمة الثاني، وركنية من جديد. نعم، اوبندا ينطلق من الجهة اليسرى، اوبندا والركنية لفائدة نادي لايبزيغ. مرة مقوصة في القائمة الأول في الفودن، يرفع كرة هالاند بالراس،
بوس. أخيرا يا لانتو اللي بعد لا زالت صعبة هنا على دفاعات نادي مانشستر سيتي. دخول سايمونز وراهم كتل دفاعي واضح وانطلاقة في هذه المرتدة. أوه في خطأ في خطأ في خطأ في خطأ، وربما تأتي البطاقة. دولاند بما دولاند هالاند العرضية وصعب هذه الكرة عن طريق برناردو، لكن في والتحرك في لجمة المرتدة في خطأ. نعم تشافي سايمون السويسري بينما كرة أمامية في اتجاه في الفودين، ولكن سيتي هنا الكرة الأمامية الرأسية بعد ذلك ليت بينما كرة يطلب هالاند. هالاند هو هالاند هو جول هو جول يظهر الجول يدور. هذه عاداته هذه تقاليده. الأهداف أمام لايبزيج هنا في أول 10 في مرمى لايبزيج. مشاهدينا الكرام كومر دوكو راوغ دوكو العرضية. وطالما أنا حاضر أبحث عن الهاتريك في هذه المباراة، والكرة سترفع داخل منطقة الجزاء الراسية مرة جانبية الراسية، والكرة مرة بالراس تقطع بعيدة لأكانجي من جديد. أكانجي استلمها لعب في خطأ نعم. الدوري القادم نتكلم كذلك هنا اللاعب ريكو لويس. ريكو مرر على جهتها اليسرى. لا زالت هنا ألمانيا مع شلاغر اندفاع ويغيب عنها الحماس بينما كرة مرور. فودن يعيد الحماس للاتحاد. فودن يعيد الحماس. فودن في السلام الممتاز يعدل النتيجة. أينك يا فودن أينك يا فودن. الهجمة قائمة هنا التسديدة. أورتيغا يأتي من السيتي بينما هنا بولسن يمرر. فرصة جول في وضعية تسلل في اللقطة الماضية على فاضي مباريات مانشستر سيتي. هنا العرضية ولكن مرة من الأول مرة من الثاني. هل يرفع تتحول العرضية. اللمسة يا فودين خطيرة. جول الريمونتادا مانشستراوية. ألم أقل لكم بأن الريمونتادا قادمة من 2-0 لجاتين الفارس البديل يتوج هذه اللعبة الجماعية من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم في هذا الفيديو موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة يستضيف ريال مدريد نظيره نابولي ضمن مباريات الجولة الخامسة في منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 على ملعب سانتياغو برنابيو. ويشارك ريال مدريد في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة نابولي الإيطالي، أونيون برلين الألماني، بالإضافة إلى براغا البرتغالي. ريال مدريد يسير بشكل مميز في البطولة وضمن وصوله إلى دور 16 بعد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، وسيطمح لمواصلة الانتصارات أمام نابولي لتأمين صدارة المجموعة. موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا تمتلك شبكة قنوات بين سبورتس القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتأكيد ستذيع مباراة نابولي وريال مدريد عبر إحدى قنواتها، ومن المقرر أن تبث مباراة ريال مدريد ونابولي عبر قناة بي إن سبورتس 1 اتش دي بريميوم. وبكده تكون انتهت حلقتنا. أتمنى أن تدعموني بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله.